السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ ام سراج. وليت لخواتاتي بطبق هايل البنات شتوي بامتياز، طبق رائع رايحين تفرحوا به وليداتكم وتفرحوا به العائلة تاعكم. هذا الطبق غير بنص صدر دجاج فقط، اصابع المركز. رايح يعجبكم بإذن الله البنات، راهو الطبق يعبر عن نفسه. رايحين تكتشفوا الوصفة او نكتشفوا الوصفة مع بعضنا. كما قلت لكم غير باصابع، عفوا البنات، بنصف صدر دجاج راح ديري اصابع هذو تاع المركز. شوفوا الطبق كيفاه راهو يعبر عن نفسه. يجي طايب زبدة حبيباتي. نبداو على بركة الله بالوصفة. اول حاجه البنات عندي نصف صدر دجاج، عندي كميه تاع زيتون اخضر، عندي بصله، عندي طماطم، وعندي توابل، وعندي دبشه ولا معدنوس. نبداو بنصف صدر دجاج البنات اللي كنا غسلناه مليح، نقطعوه قطع صغيره ونديروه في لاشواغ. بالنسبه للزيتون البنات غسلوه قدام من مره، غليوه مره ولا زوج ونخليوه يستقطر. نقطعوا نصف صدر الدجاجه تاعنا حبيباتي ونحطوه كما قلت لكم البنات في لاشواغ بهذه الطريقه. الطبق هذا في ظرف ربع ساعه البنات راح توجدوه كلش في مقله وانت موجده طبق هايل البنات. هنا نجيبوا لاشواغ تاعي، ندير معاه حبه بصل تكون كبيره البنات في الحجم، ندير معاه توابل، عندي ملح، عندي ذواقه ولا راس الحانوت، فلفل كحل، عندي فلفل احمر حلو حار، وعندي قليل من الزعتره. ندير زوج حبات تاع ثوم، وعندي كميه تاع زيتون البنات، حوالي حفنه هكذا تاع زيتون البنات. وندير زوج مغارف كبار ولا ثلاثه نتاع لا شابلور. وهنا البنات درت بيضه كامله. من المستحسن حبيباتي انكم ديروا الصفار فقط، ديروا الصفار فقط. راهي جريت لي بزاف وزدت لا شابلور حوالي مغرفه ولا زوج اخرين. شوفوا البنات راهي جريت لي، زدت لا شابلور كامل. شوفوا وزدت عاودت خلطت المكونات مع بعضها. حاولوا ديروا صفار بيضة فقط. هنا تماسكت في بعضها الحشو تاعنا هذا ولا الاصابع تاع المركز هذو راح نخدموهم كيف كيف. نجيب طبسي ندير له قليل من الزيت وندير في يدي الزيت ونبدا نشكل على شكل اصابع هذاك الحشو تاعنا. شوفوا البنات ندير شويه زيت في يدي ونبدا نشكل على شكل اصابع والله على شكل مركز البنات. نبقى نحط الزيت توالي دايما البنات ونهز بالمغرفه وندير نحاولوا نديرهم قد بعضهم بهذه الطريقه البنات. كما قلت لكم راهم او عفوا هذا الطبق البنات راهو شتوي البنات هايل. هذا الطبق راح تحضروه بنصف صدر دجاج، وكما قلت لكم البنات في مقله فقط تحضري كامل المكونات في مقله فقط. هذو انا اللي راني حطيتهم طباسه وذاك بنحط لكم المكونات برك، بصح نتوما راح تخدموا كلش في لاشواغ وكلش ديروه في المقله بالتدريج. تبعوا الوصفه برك البنات رايحين تعجبكم باذن الله. نكملوا كامل الاصابع تاعي بهذه الطريقه حبيباتي. هنا ديتها للثلاجه حوالي 5 دقائق ولا حكمت بعضها. مي تقدروا تبداو طول ديروا وتقليوها عادي، رايحه تحكم بعضها عادي البنات. جبت شويه زبده حوالي مغرفه ودرت قليل من الزيت. تقدروا ديروا الزيت طول البنات. انا نحب الذوق تاع الزبده على بها نشتي ندير مغرفه تاع زبده وشويه تاع زيت. نخلي الزبده تاعي تذوب ونجيب الاصابع تاعي هذوك اللي حطيتهم في الثلاجه حوالي 5 دقائق 10 دقائق اذا عندك الوقت حطيهم حوالي 10 دقائق، يعني راهم حاكمين روحهم البنات. بصح اللي عندها الوقت تقدر دير، اللي ما عندوش الوقت تقدري تخدميهم طول في المقله تاعك. رايح الدجاج تاعنا هذاك ثم يطيب ويحكم روحه عادي. نبدا نحط الاصابع تاعي كيما راهم بهذه الطريقه حبيباتي، ونحط الاصابع تاعي يتقلاو من الجوانب كامل. شوفوا البنات هنا حطيتهم كامل ونخليهم يطيبوا. هنا نبدا نقلب فيهم كي نحس بلي طابوا من تحت. جبت زوج مغارف وراح نعاون بهم
باه ما يتفتتش معايا، مع انه مش حيتفتت معكم اطلاقا. الدجاج تاعكم سورتو دوك يحكم روحو من تحت مش رايح يتفتت معكم اطلاقا. نعاون بزوج مغارف قلبتهم كامل، نزيد نطيبهم مليح البنات بهذه الطريقه، ونبدا نحيهم في الطبسي. اللي طيب معايا راح نحيها حتى نكملهم كامل البنات بهذه الطريقه. صدقوني البنات الطبق هذا هايل بنصف صدر دجاج، راح ديري طبق رائع لوليداتك. نكملهم كامل، نحيو كامل صبيعات تاوعي. راني نعت لكم بلي نحيتهم كامل. هنا البنات في نفس المقله درت كميه نتاع الثوم. شوفوا انني نعت لكم بلي 5 هما مشوي صغار البنات. اللي كبار الثوم تاعها ديري 3، اللي ما يحبش الثوم ديري 2 برك. نربيهم كامل بهذه الطريقه مع هذاك الزيت اللي بقى تاع المقله، وندير 2 مغارف تاع طماطم مصبره. هذا الوصفه راهي تحب الطماطم البنات. وهنا جبت كميه تاع طماطم ثاني مكونجليه، اللي عندها طماطم تاع حب ديري 2 حبات طماطم سكرفتيهم عادي ولا رحيهم في الاشواخ تاعك عادي. انا ما كانتش متوفره عندي، جبتها من الكونجيلاتور البنات. هنا بعد ما تقليهم مليح مع بعضهم زدت كميه تاع ماء، حوالي كيس ونص تاع ماء يكون دافي. التوابل نفسهم البنات اللي درناهم مع الاول في نصف صدر دجاج تاعنا. شويه ملح وفلفل كحل كزبر ذواقه ولا راس الحانوت، فلفل احمر وحلو وحار. بهذه الطريقه البنات تحبوا تزيدوا زعتها، انا ما زدتهاش هنا في لاصوص هذه. درت كميه تاع دبشه ولا معدنوس درتها معاهم، خليتها بعد ما هزت الغليه فقط لاصوص تاعنا هذه البنات. ونحط الاصابع تاعي تاع المركز كامل يزيدوا يطيبوا ولا يشربوا هذيك لاصوص. شوفوا البنات صدقوني طبق هذا جد رائع، رايح يعجبكم باذن الله كبير ولا صغير. نصف صدر دجاج تحضري احلى طبق العائله تاعك. خليتهم كامل يشربوا هذيك المرقه ولا لاصوص. هنا درت كميه الزيتون اللي بقات لي. كما قلت لكم البنات حاولوا تغسلوها مليح وغليوها غليه ولا 2 في الماء، وصفيوا الزيتون تاعكم. وهنا نحطوه يطيب مع ذوك الاصابع مليح. شوفوا البنات بعد ما شربت مليح هذيك الاصابع تاعنا شربوا لاصوص، بقات كميه خفيفه فيها. نديروا كميه تاع بيض حوالي 3 حبات تاع بيض. هذه النقطه اختياريه تقدروا تستغنيوا عليها، تخليوا اصابع المركز عادي تشبه كيما العجه تاع المركز البنات كيفها يعني كيفها تماما. يعني ديروا كما قلت لكم 3 حبات تاع بيض. وهنا طاب الطبق تاعي درت رشه تاع معدنوس. شوفوا البنات الطبق تاعنا راهو يعبر عن نفسه. صدقوني حبيباتي جا هايل هذا الطبق. بنصف صدر دجاج حضرتي احلى وصفه لوليداتك والعائله تاعك، وكما قلت لكم راهو يتحضر في ظرف ربع ساعه. هنا البنات اللي وصلت معايا الفيديو نقول لها ما تنسينيش بالجيم. شكرا على متابعه الفيديو، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.